مشاهدينا الكرام من كل مكان من أنحاء الوطن العربي الكبير، عشاق كرة القدم السعودية، أجدد بكم الترحاب عبر شاشات SCC في أسبوع ثالث من دوري التحديات القوية والصعبة، دوري القيمة السوقية والقيمة الفنية العالية. أهلا بكم في عالمنا في دوري روشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء الجولة الثالثة تبرز للفرق ملامح الموسم. في الجولة الأولى ليست سيدة الأحكام، والجولة الثانية لم تبلغ مع الفرق ذروة الانسجام. أما الجولة الثالثة هي جولة المحك التي معها تنكشف الملامح. الليلة النمور بكامل قوتها أتت إلى هنا في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض لمواجهة من يحمل اسم العاصمة نادي الرياض في لقاء من الزمن الجميل. قرعة البداية تعودناها بين القائدين أحمد زايد وأحمد جميل في سنوات رائعة، واليوم حاضرة في هذا المساء بين بنزيما وموسونا إلى جانب حكم المباراة السيد إيفان بارتون الدولي من 2018 والذي أدار 3 مباريات بالمونديال الأخير: ألمانيا، اليابان، البرازيل، سويسرا، إنجلترا، السنغال. ويقود الليلة لقاء غاب عنا من 2004 في آخر مواجهة بين الفريقين بالدوري في جدة. يومها فاز الاتحاد 4-1 في شهر نوفمبر، واليوم تاريخيا هذا اللقاء الأول بين الفريقين الذي يجمعهما في أوغست بمسابقة الدوري. هذه تشكيلة الرياض أصحاب الأرض. في لعب كرة طويلة بالأمام، ترجع مرة أخرى إلى روما وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة في صالح الاتحاد. مع الانطلاقة الماضية الاتحاد يكسب مخريعة اتحادية في بداية المباراة. الكرة اللعب إلى عبد الرزاق، عودة باتجاه روما، رائعة الكرة على الجهة اليسار. بنزيما يلعب عرضية لكن الدفاع حاضر، التغطية الدفاعية حاضرة، الكرة للاتحاد، لكن فيها راية وتسلل. اللقطة على كريم بنزيما في هذه الكرة. بنزيما كان متسلل. شوف العرضية مرة أخرى وشوف الضغط الاتحادي وين وصل. وجود راية وتسلل في اللقطة الماضية. الكرة تعود للاتحاد، المحاولة باتجاه بنزيما، عدى بنزيما مع الكرة، الفرصة الاتحادية تضيع. الاتحاد قوي جدا هجوميا. الرياض يواجه مباراة فيها معضلة كبيرة جدا في مواجهة هجوم الاتحاد الضارب مع انطلاقة المباراة. في أول 3 دقائق الاتحاد كرة في الجهة اليسار إلى انطلاقة خطيرة للرياض. الاتحاد هاجم ونسى موضوع الدفاع، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ضاعت الفرصة الماضية على خوان ميغيل في الكرة الماضية إلى ركلة مرمى. شوفت كورنادو بتمريرة إلى روما حاول يعدي، وخروج موفق من مارتن كامبانيا. خروج موفق من مارتن كامبانيا الحارس الذي حصل على انفجار الاتحادي على مستوى الهجوم في بداية المباراة. الكرة لصالح الرياض إلى صافرة، الحصول على الكرة. كورنادو من يحصل على الكرة، كورنادو بعد ذلك أرسلها من الكرة. كانتي يلعب كرة طويلة في الأمام لعبد الرزاق إلى كريم، إلى محاولة مارتن كامبانيا في خروج كان توقيته مناسب من مارتن كامبانيا. موسونا ياخذ الكرة ينطلق فيها بتمريرة تلعب للأمام لكنها مقطوعة، واصلة عند مد الله العليان. العليان ياخذ كورته يلعبها في الجهة اليمنى، كرة لصالح الرياض. المحاولة تبقى عند أمير كردي، عرضية والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب من موسونا إلى ركلة مرمى الرياض. هذه المرة من يهدد مرمى الاتحاد، وتسديدة موسونا مرة العوبة عند زكريا هوساوي. زكريا يلعب كرة عرضية بمنطقة الجزاء، الكرة في اليسار إلى كريم بنزيما يحاول يعدي، كريم عدى ومرة الكرة إلى روما مع الاتحاد، واليوم هو في مواجهة الاتحاد. الكرة اللعب عرضية، كرة مرتدة سريعة باتجاه روما، وروما لبنزيما، جول! هدف أول لصالح الاتحاد. هيبة النمور تفرض نفسها في شوط المباراة الأول. روح الاتحاد ليست شعار يتردد بل عطاء يتجدد. الاتحاد يتقدم بأول أهدافه من كرة رائعة بين الثلث، حققها كانتي. الكرة إلى كورنادو، وكورنادو في تسديدة لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في صالح الرياض. انطلاقة للاتحاد، كورنادو يلعبها رائعة إلى روما، المحاولة ما زالت في خطورتها. الكرة في النهاية إلى قرار، إلى
جزاء لصالح الاتحاد. الاتحاد كان قريب من هدف ثاني. الهدف عبد الله عبد الرزاق. الساطي يبقى ساطي، الساطي يبقى ساطي. هدف ثاني لعبد الرزاق حمد الله، يسجل ثاني اهداف الاتحاد مرة اخرى. الاتحاد يزور شباك الرياض في شوط المباراة الاول. 24 دقيقة كفيلة بان تجعل عليه في غالب دقائق شوط المباراة الاول. كرة اللعب للاتحاد الى محاولة في منتصف الملعب في اصافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة لصالح الرياض. الرياض يحصل على كرة ثابتة، الحكم يعود لاستئناف اللعب وكرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة ملعوبة روما بعدها بالراس. الكرة من كان قرموط صغير بس حلول.